السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من قناتكم وقناتنا. النهاردة إن شاء الله بنقدم لحضراتكم حلقة جديدة كانت اتطلبت مننا قبل كده. كنا قدمنا لحضراتكم طريقة عمل السمنة البلدي في البيت، وفي الحقيقة الفيديو ده من أنجح الفيديوهات اللي قدمتها القناة. الفيديو حقيقة عليه تعليقات كتير جدا وعليه شكر كتير جدا، فأنا حابة أشكر حضراتكم على متابعتكم لينا ولقناتنا. احنا كنا وصلنا في النهارده بقى هنعمل المش التركي اللي احنا ان شاء الله يعتبر منتج اضافي من عمل السمنه من القشطه اللي بتبقى على وش اللبن. فاحنا بنحصل على من القشطه على وش اللبن بنحصل على منتجين، منتج اساسي اللي هو السمنه، ومنتج السمنه البلدي الطبيعي، ومنتج اضافي اللي هو المش التركي. كنا وصلنا للمرحله دي ان احنا عندي ماده صلبه موجوده في الميه بتاعتي. طبعا بدعو حضراتكم اللي حابب ان هو يتابع طريقه السمنه هيلاقيها موجوده عندنا على القناه، فيتفضل ويتابعها. ادي الماده الصلبه بتاعتي اللي اتكونت بعد ما اللي هي فضلت موجوده جوه الميه. ادي هي زي ما حضراتكم شايفين اهي. بنبتدي ان احنا نجيب مصفى، المصفى دي بنحطها في حله علشان نبتدي ان احنا نصفي المادة الصلبة بتاعتي الموجودة عندي من المية الموجودة فيها. طبعا حطينا مية ليه؟ كل ده هتعرفوه ان شاء الله في الفيديو بتاع ازاي نصنع السمنة من القشطة. بنبتدي ان احنا نحط بقى المادة الصلبة زي ما حضراتكم شايفين، نبتدي ان احنا نصفيها تماما من المية، نصفيها كويس جدا جدا يا جماعة. حتى انا هو زي ما حضراتكم شايفين بعصر المادة الصلبة بايدي عشان اتأكد تماما ان هي مفيهاش اي مية، لان المية الزيادة هيسبب في فساد الجبنه بتاعتي او المش التركي بتاعي. بعد كده ببتدي ان انا احط الماده الصلبه بتاعتي في طبق، وبحط عليها كميه وفيره من الملح بحيث ان انا ادوقها الاقي طعمها حادق، لان طبعا دي حضراتكم عارفين ان هي جبنه حادقه. هنا بقى انا بدا البرطمان بتاعي اللي انا بعمل فيه او بخمر فيه الجبنه القديمه بتاعتي او المش التركي بتاعي. طبعا انا عندي خميره مسبقه قبل كده. طبعا حضراتكم لسه ما عندكوش خميره، فالمطلوب من حضراتكم ان انتوا تشتروا كيلو من المش العادي بتاعنا او المش التركي، سواء ده او ده بيبقى متواجد في السوبر ماركت. نجيبه طبعا من مكان موثوق فيه عشان يكون نظيف وخالي من الحشرات. بنبتدي ان احنا نحطه في برطمان كبير ونضيف الايه بقى حضراتكم. هنضيف ايه؟ هنضيف الجبنه بتاعتي او هضيف المرته بتاعتي اللي مقلباها في الملح، الكميه الوفيره من الملح كويس جدا. هقلبهم على بعض وهبتدي ان انا اضيفها للبرطمان بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، واقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، واسيبهم لمده من اسبوعين ل3 اسابيع لحد ما تتحول معايا المرته لمش تركي او جبنه قديمه. في كمان ملحوظه مهمه حابه اقولها لحضراتكم. احنا ممكن نجيب في حاجه بتتباع عند العطار اسمها دينكار. دي حاجه بنجيبها من عند العطار، دي ممكن احنا نستخدمها كل 6 شهور. نحط طبعا دي الجبنه دي يا جماعه بتقعد بره الثلاجه، بتعيش طبعا بالسنين تمام، طالما ما فيهاش سوائل. في نقطتين: طالما ما فيهاش سوائل، وطالما ان هي متملحه كويس بحيث ان هي ملحها زياده طبعا، لان احنا عارفين ان هي دي جبنه حادقه هتعيش مع حضرتك بالسنين الطويله جدا بدون ما تقلقي. طيب ازاي لو حضرتك حابه زياده تاكيد في حفظها؟ دي حاجه اختياريه ولحمايتها من الحشرات. بنجيب من عند العطار الدنكار دهوت، وبنحطه بنحط قيمه معلقه كبيره على البرطمان ده بتاعي كله. مش محتاجه اكتر من كده، مره كل 6 شهور، وممكن ما استخدمش الدنكار خالص، دي حاجه ترجع لحضراتكم. طيب دلوقتي انا عملت البرطمان الكبير بتاعي ده، طب انا دلوقتي عملت سمنه تاني وتكون عندي مرته تانيه، اعمل ايه بقى؟ ابتدي ان انا احط على البرطمان الكبير. طب انا كده مش هعرف اكل منه. هقول لحضرتك المطلوب ان انت تطلعي الكميه اللي حضرتك عايزه تاكليها في برطمانات صغيره، وتخلي البرطمان الكبير بتاعك، المعمل بتاعك اللي حضرتك بتحضري فيه المش التركي بتاع حضرتك، يكون فيه كميه اللي انت عارفه ان الكميه دي بتاعت الخميره، مش للاستخدام. تبتدي تحطي عليها
المرته بتاعتك اللي حضرتك مخلطاها بالملح كويس جدا، تبتدي تحطيها معاكي تاني على البرطمان، وبكده تبقى انت باستمرار عندك خميره وعندك برطمانات للاستخدام الخارجي اللي انت مخزناها في برطمانات صغيره للاستخدام بتاعك. طبعا حضرتك ممكن تتبليها بقى بتتبيلات مختلفه جدا، ممكن تحطي عليها طحينه وطماطم، ممكن تحطي عليها زبادي وطماطم، ممكن تخلطيها بالجبنه الشيدر تضربيها مع بعض في الكبه، وممكن تحطي عليها طماطم او ما تحطيش. طبعا بتتحضر بطرق مختلفه جدا وطعمها جميل جدا. انا فوجئت ان هي وصل سعرها في السوق ل 30 جنيه، فانا بقول لحضرتك اديكي هتعمليها ببلاش مجانا في البيت من حاجه متوفره في جميع البيوت. لكل اللي بيسال ازاي نتابع كل الفيديوهات القديمه والفيديوهات الجديده اللي بتنزل، بنقول لهم اسفل شاشه الفيديو في زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب، بندعو حضراتكم ان انتوا تدوسوا عليه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك للفيديو وشير للحلقه علشان الكل يستفيد، ولو في اي استفسار او اي حاجه مش مفهومه بنرحب بتعليقات حضراتكم اسفل شاشه الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.